مع إبراهيم توفيق عكاشة في امسك لسانك، ويا رب يعرف يمسك لسانه. هذا الفيديو هزلي وليس له أي علاقة بالواقع، ويرجى اللي يتفرج عليه يبقى فوق ال 18 سنة. الشمس اللي مش عايزينها تشرق. في مشروع في مصر محدش بيتكلم عنه كفاية، مشروع الطاقة الشمسية، اسمه بنيبان. مشروع بنيبان، مشروع الطاقة الشمسية، من أكبر مشاريع الشرق الأوسط. يعني النور اللي جاي من الشمس مصر قررت إنها تحوله لطاقة وكمان فلوس. هو المفروض العالم كله يحتفل بينا، صح؟ بس الغريبة إن الإعلام ساكت. لا قنوات عالمية ولا تقارير اقتصادية ولا حتى ضجة بسيطة. كان في حد، لكن في حد مش عايز الناس تعرف. ليه؟ لأن في دايما ناس فوق بتحب تتحكم في كل حاجة، مش بس في الفلوس، لأ، في المعلومات كمان. هما اللي بيقرروا ايه اللي يتقال وايه اللي يتكتم عليه، وخصوصا ان ده يضر الشركات العالمية، المواد البترولية وكده. مش عايزين يسمعوا ان مصر ممكن تعتمد على نفسها في الطاقة، لان اول ما تبقى حر في طاقتك هتبقى حر في قرارك، وساعتها اللعبة كلها هتتقلب. فبيحبوا المشاريع دي تفضل هادية تتعمل بس من غير ما حد يعرف. يعني كأن النور ده لازم يكون بإذن. يا عمي دي شمس ربنا، مش بتاعت شركة ولا نظام. الشمس مش محتاجة تصريح عشان تشرق، بس احنا اللي محتاجين نقرر نفتح عينينا، لأن في نور ربنا وفي نور الحقيقة، والاتنين بيخافوا منهم. اللي عايزك تفضل في الضلمة. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى ميعاد.